تعالوا نشوف طريقة السينابون الحادق، جميلة وحلوة والأولاد هيحبوه كمان، حلوة جدا للأولاد في المدارس برضو. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. عايزين كوبايتين لبن دافئ ومعلقة خميرة فورية. هنضيف معلقة سكر. هنقلب الخليط كله مع بعض. هنضيف ربع كوب سمنة مسيحينها او زبدة. هنضيف بيضة. هضيف للكمية دي هنضيف لها كيلو دقيق. ورشة ملح. هنلم العجينة بتاعتنا ونعجنها كويس. شايفين العجينة طرية ازاي وناعمة. هنريح العجينة نسيبها لغاية لما تخمر. نفردها بالاسترتش ونغطيها ونسيبها في مكان دافي لغاية لما تخمر الخميرة معانا العجينة. نحضر الحشوة بتاعتنا. عايزين جبنة براميلي، وهنضيف من 2 ل3 جبنة فيتا عشان نخفف بس الملوحة بتاعت الجبنة البراميلي. وكده بعد ما خلطنا الاتنين جبنة مع بعض، العجينة خمرت اهي معانا. هرش لها شويه دقيق لان حسيتها ملبكه شويه عشان الم بيها العجينه كويس. هقسم الكميه دي الكيلو دي هقسمه الى 3 كرات. هرش دقيق على الرخامة وهحط الاتنين الكورتين اللي عملناهم الاول هنغطيهم بالستريتش. وهنبدأ في الكرة الثالثة. هنرش دقيق على الرخامة ونفرد الكرة معانا تحت العجينة. كده هنفرد بالنشابة. عايزين السمك ده. هنفرد الجبنة اللي احنا عملناها الفيتا والبراميلي مع بعض. وده الحشوات اختياري، ده فلفل الوان، ممكن فلفل اخضر بس لو حابين، مش حابين الوان ما نحطوهوش. جبنة موزاريلا. وهنلف السينابون بتاعنا. نلم العجينة كده ونلفها. نقفل العجينة كويس من تحت ونقطع. وده الشكل بتاعنا. نرصه في صينية مدهونة. ندهن الصينية زيت، شوية لبن وعليهم بيضة ونقلب. هندي لمعة للوش وندهن على الوش. ونرش سمسم كمان لو حبة البركة كمان بتبقى جميلة جدا برضو في الوصفة دي. وكده السينامون بتاعنا بعد ما دخلناه الفرن واخد اللون بتاعه. شايفين لونه جميل ازاي، اخد لون جميل من فوق ومن تحت، جميل جدا. شايفين وطرية وهشة جدا وجميلة، هتعجب الاولاد، جربوها. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو اول مرة تشوفوا فيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.